يا ترى القصص والحكايات والروايات دي بتأثر في شخصية الطفل يا مس مرام؟ طبعا شخصية الطفل أصلا القصص والحكايات ليها يد كبيرة جدا في تكوينها، غير إن هي كمان بتساعد على تعديل سلوكيات كتيرة ممكن ما تكونش حلوة فيه لحاجة أحلى، بتخليه يطلع على خبرات جديدة ممكن ما يكونش مر بيها، وكمان بتخلي أبطال القصص الحلوة قدوة للطفل إن هو يبقى زيهم. يعني ممكن بعد ما تحكي له قصة حلوة قوي وتأثر بيها جدا يقولك أنا عايز أبقى زي فلان اللي كان في القصة، أنا مش عايز أبقى زي الولد النوتي اللي كان في القصة التانية. كمان القصص بتخلي عند الطفل لغة حوار كويسة وتواصل اجتماعي ممتاز، زيادة دعم الحب والمشاركة ما بين الأب والأم، بتخلي قدرته على المشاركة ومواجهة الحياة أقوى بكتير، بتعزز ثقته في نفسه وبتخليه عارف الصح من الغلط. كمان بتنمي عنده الذاكرة البصرية، وخصوصا لو كانت القصص فيها صور بالألوان وحاجات حلوة بتجذب انتباهه. كمان لما تيجي تقولي له احكي لي القصة اللي أنا قلتها لك ويقعد يقولها لك كده، بتنمي عن قدرته على الإلقاء. يعني قصة قبل النوم ديت اللي بتتكروت عشان الطفل ينام لازم تهتمي بيها، علشان هي بتأثر في شخصيته وفي سلوكياته في حاجات كتيرة جدا بطريقة آمنة جدا من خلالك انت بس، بتعمل حاجات كتيرة قوي حلوة في الطفل، فليه نكسل ان احنا نعملها وفي الاخر نديله الموبايل كده وخلاص؟ اقابلكم بكلمتين على السريع معلومة جديدة عن الطفل.